عمل البؤج طبعا ده الأساس عندي في تحديد مستوى المحارة بتاعي أو سمك المحارة. عملية البؤج معتمدة على النوع اللي أنا اخترته في المحارة، سواء دراع على بو ولا تربيع وزبي أو تأكيس وتربيع. البؤج دي بتكون عبارة عن ايه؟ قطع أسمنت توضع على مسافات معينة، وهي المتحكم في سمك المحارة وضبط استواء ورأسية الحائط. هي دي البؤج بتبقى قطعة من الأسمنت بيعملوها على الشكل ده أو أشكال متعددة، بس ده الشائع في مصر، ده هو اللي بيكون المستوى النهائي للمحارة. وده هي هنا شكل تاني، دي البؤج بتبقى فوق وتحت، وهو هنا بيعمل البؤجة دي اسمها منجفرة، بيمنجل البؤجة يعني بيحوش أو بيشتل منها، بيزبدها اللي هو بيزودها، هو ده الأسماء في السوق يعني. ده ميزان خيط هحتاجه في ان انا انقل البؤج بعد ما اظبطها من تحت انقلها فوق. ده بالنسبه لي القده اللي بستلم بها استوائيه الحيطه بتاعتي او بستلم بها المحاره عموما. وده ميزان الميه، دي اسمها رمانه ودي اسمها عصفوره بالنسبه لميزان الخيط. في عندي زاويه اسمها فريسبيكو، ده بحطها في الاركان او في المعابر بتاعه الابواب علشان تحميل الباب بتاعي، من تحميل الحافة بتاعتي من اي خدش او اي خبطة، وكمان بتظبط لي استواء المعبرة بتاعتي، بحيث ان انا لما احطها هنا، لما احط واحدة هنا وواحدة هنا، الحتة دي كلها معايا بنفس الاستواء، وكذلك في الجنب التاني. نيجي بقى لشرح كل خيار من دولت البؤج بتتعمل فيه ازاي. دراع على بو زي ما قلت هو بيهتم باستواء كل حيطة مختلفة عن التانية، ملوش دعوة بالزوايا. يعني مثلا لو انا عندي الحوايب بتاعتي مايلة كده، هيجي على الحيطة ديت ياخد بؤجة مثلا وليكن 2 سنتي، وياخد يبعد مثلا المفروض المسافات بين البؤج من 2 متر او على حسب كل حيطة. بالنسبة للمستوى الرأسي فالارتفاع القدة بتاعي بيكون 3 متر اللي هي بستلم بها، فبالتالي او اللي انا بشتغل بها في تسوية الحيطة بالنسبة لي بيكون 3 متر. فبيحاول ان البؤجتين يكونوا المسافة بينهم تطول القدة بتاعتي، يعني هو بيمسك القدة او الدراع ويسوي الحيطة بتاعتي، فبيمشي بقى بكذا اتجاه، فبالنسبة لي بتكون اقل من 3 متر بينسبوها يعني. ارتفاع ديت من هنا مثلا تكون فاضل 40 سنتي 50 سنتي، على اساس مثلا ان انا لو شديت اكسات او خيوط اللي بيستلم يعرف يعدي وما يقعدش كل شوية الموضوع يرهقه في الموقع، وكذلك الناس اللي ماشية في الموقع. بالنسبة للاكسات بالنسبة لي خيط بيتشد، ومستوى الخيط ده اللي باخد منه المسافات للبؤج، دي خيوط لكامل الموقع. يبقى نرجع لدراع على بو، هو هيظبط بؤج كل حيطة مختلفة عن التانية، بحيث ان انا هطلع لك الحيطة دي مستوى، وكذلك في الحيطة دي والحيطة دي. اما الزوايا ما بيحطهاش في اعتباره ولا بيوزنها. طيب لو تربيع وزاوية وتأكيس وتربيع، هناخد التأكيس والتربيع وهو من ضمنه برضو تربيع والزاوية، بيبقى معاه تربيع وزاوية. التأكيس والتربيع حيطة بختار حيطة بحترمها وهي اللي هاخد منها الأبعاد بتاعتي، وليكن وحيطة بتكون مثلا فيها كتلة خرسانية. طبعا لو الخنزيرة مظبوطة يبقى معنى كده ان المفروض الحيطة مستوية ومفيهاش مشاكل كتير. هاخد مثلا حيطة هثبتها عندي احترمها، وهختار عندي اكس او محور واخد الشقة كلها، مثلا وليكن الطرق عندي مثلا الطرقة ديت موزعة كل الغرف. هعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا هو الفكرة من الاكسات هو ان انا بشد خيوط في كامل الموقع وباخد منها بؤج. هفترض ان ده الخيط بتاعي،
هو في كذا تكنيك وكل واحد بيشتغل على حسب اللي هو ماشي عليه، ولكن انا هشرح بشكل عام. مثلا انا اخترت ان انا هاخد اكس او خيط في الطرقة دي، فهشد خيط من اول الطرقة الاخير وانا مثبتة الحيطة دي، فهقيس المسافة من الحيطة دي للخيط، ماشي، وهقيس برضو من نفس الحيطة نفس المسافة، والراجل اللي ماسك الخيط يظبط الخيط بحيث ان انا اظبط سنة الخيط دي مع البعد اللي انا جبته واوزنه. لو الحيطة دي مكملة معايا بعمل حاجة اسمها شنايش، اللي هو بكسر في الحيطة بحيث ادخل المتر بتاعي او الخيط علشان اتأكد من الابعاد بتاعتي. يعني الراجل بيقوم جاي من هنا مدخل المتر في الحتت اللي انا كسرتها ويقيس ويتأكد ان بعده مظبوط من الحيطة. خلاص انا عملت اكس، عملت اكس، خلاص انا هعمل اكس عمودي عليه من الحيطة اللي جنبه. هاخد مسافة معينة من الحيطة دي، وبرضو بنفس التكنيك هاخد نفس المسافة من الحيطة دي بحيث ان واشد خيط. طبعا اشد الخيط وبوزن على اساسه ان المسافة من اي حتة في الحيطة دي للخيط متساوي. خلاص عملت الاكس ده والاكس ده، اجي اظبط الزاوية بتاعتي بالزاوية الحرف ال شكلها في الطبيعة دي، شكلها في الطبيعة. باجي بالزاوية اظبط التعامد بتاع الاكسات اللي انا خدتها، وكمان بنظرية فيثاغورس سواء انا هاخد مثلا 80 سنتي وبعدين 60 وبعدين ده يطلع معايا متر، او هاخد من هنا بتاع 4 مثلا 4 متر او 3 متر يديني 5 متر، على حسب الفراغ بتاعي وعلى حسب المساحات المتاحة ان انا اقدر اخدها. المهم بنظرية فيثاغورس اتأكد برضو من التعامد بتاعي. ليه؟ لان الزاوية ممكن ما تظبطش معايا، اولا الاكس بتاعي طويل فممكن ما تتخرم معايا، فلازم اتأكد برضو بالنظرية ان الدنيا مظبطة معايا. لو الزاوية مش مظبوطة بقى بيقعد يحرك في الخيط، الراجل بيقعد يحرك في الخيط يمين شوية شمال شوية عشان يتأكد، مثلا يقوم جاي كده مثلا يحرك يمين شوية شمال، الزاوية مظبوطة مش عارف ايه، يقعدوا يظبطوا في الزاوية شوية لحد ما يظبطوها. طبعا الشغل ده بيكون متعب بالنسبة للناس بتشتغل، عشان كده سعره عالي. خلاص انا بقى عندي اكسين في الشقة، الاكسين دولت عايزة انقل منهم اكسات لكل غرفة بحيث ان كل غرفة يكون فيها على الاقل اكسين. الاكسات دي هاخد منها مسافات للبؤر، هاخد من ده اكس مثلا لهنا يمشي مثلا للزون ده لو الزون ده مكمل. باخد ازاي؟ بقوم قايسة مثلا مسافة محددة من هنا واخد نفس المسافة دي من هنا واظبط شريط الخيط بتاعي اللي انا خدته على نفس المقاس بحيث ان انا اوزنه. طبعا كده كده الخيط ده بتاعي مظبوط، في اي بعد هاخد منه هيكون مظبوط، واظبط الزاوية برضو معايا. هاجي انقل الاكس ده للأوضة بتاعتي، هاخد بالمتر بتاعي هقيس مثلا مسافة محددة، هشد اكس مثلا، قررت ان انا اشد اكس على طول ياخد كل الغرف، ويفضل ان هو اكس واحد، وهقيس من الاكس الرئيسي بتاعي له مسافة محددة وامشي شوية واقيس مسافة محددة بحيث ان انا اوزن الخط بتاعي يكون على استقامة، وان اي مسافة من الاكس ده الاكس ده متساوي. فبظبط من كل غرفة بحيث ان المسافات تكون متساوية، وبعمل شنيشة بحيث ان الخيط بتاعي يمشي واخد الاوض كلها. واجي من هنا نفس النظام برضه، هاخد اكس واكس تاني موازي ليه واشده، يعني اشد الخيط واخد بحيث يكون موازي للاكس اللي في الطرقة، واقيس بالمتر بتاعي
واقيس بالمتر بتاعي مسافة محددة واوحدها على كامل الخط، واوزن الخيط بتاعي، اجيبه يمين اجيبه شمال، المهم يكون الدنيا معايا مظبوطه، واظبط الزوايا بنفس الطريقه سواء بالمسطره او بفيزا خرز، ويفضل الاتنين. والمهندس بيستلم في كل مرحله مثلا الاكسات بتاعته، على اساس ان الاكسات ديت الاكسين دول مهمين ان انا انقلهم الغرف، فهو يستلم الاكسين دول، وبعدين الاكسات تتنقل يروح يستلمها، وبعدين تيجي توقيع البقك. خلاص انا عملت في كل غرفة اكسين اهو اللي انا خدتهم من الطرق كده. اي حيطة من دي فعلا بتوازي بعض وكل الزوايا متعامدة. طيب انا عايزة اظبط البقك بتاعتي بقى، هعمل ايه؟ هاخد بقجة مثلا 2 سنتي، وهقيس بالمتر من وش البقجة لحد الاكس اللي انا خدته اللي هو ماشي طول ده، واشوفها كام، وامشي بالمتر على البقجة التانية. طبعا اخدت سطر بقج على مثلا كل بقجة 2 سنتي، او على حسب تقسيمة الغرفة بتاعتي 2 متر ما بين كل بقجة وبقجة، 2 متر، او على حسب التقسيم. ممكن مثلا انا عندي حيطة صغيرة احط فيها بقجتين، يعني مش شرط ان هي تبقى 2 متر بالظبط المسافة بينهم. فمثلا انا قست من البقجة دي للاكس ده مثلا وليكن 2 متر، هاخد بالمتر ان المسافة من الاكس ده لهنا 2 متر. طيب افرض مثلا الحيطة ديت كانت مايلة، وليكن مثلا الحيطة دي فيها ميول، فالبقجة بتاعتي هي 2 متر، كانت 2 متر كده لازقة في الحيطة، فبقالي ما بين المتر والحتة ديت حتة ناقص، فبيزودها ايه، بيزبد البقجة اللي هو بيزودها اسمنت لحد ما توصل للمستوى لحد ما توصل لان المسافة بتاعتي تكون مساوية للمسافة اللي فاتت، وهكذا على طول الخط. المسافات ما بين اي بقجة والاكس بتاعي تكون متساوية، وهكذا بالنسبة للضلع ده نفس العمل. بجيب المتر بتاعي واقيس مسافة محددة من البقجة له، وبوحدها على نفس الخط لكل البقج. خلاص وزنت البقج بتاعتي اللي تحت، باجي بالقدة دي قدة وهنا قدة، واظبطهم بحيث ان هما يكونوا متعشقين على وش البقع، واتأكد واستلم الزوايا ان هي قايمة، وبستلم بالمتر ان ما بين كل بقجة والاكسات المسافات متساوية. خلاص اطمنت على البقج بتاعت اللي تحت، عايزة ارفعهم فوق. هعمل ايه؟ بحاجة بالخيط، بميزان الخيط بتاعي عند البقجة تحت، العصفورة بتاعته بكلوة ايده على البقجة من هنا، بحيث ان الخيط يبقى حر، والخيط يبقى على وش البقجة دي، ويقعد بقى ينقص من البقجة لو طلعت زيادة او يزود فيها. بعد ما اخلص ويتأكد من ميزان البقج رأسي وافقي، الراجل بقى ايه بيجي يملى يجي عملية التعبئة، وطبعا بيكون فيها نسبة المنى اقل شوية من عملية الطرطشة. يعني هناك 9 شكاير اسمنت، ممكن هي 6 شكاير بالنسبة لمتر مكعب رمل، واقعد اعبي بالمسطرين بتاعي، والراجل بيقوم مسوي بالدراع بتاعه الحيطة. وخلاص محرنا. بعد ما محر بستلم طبعا الحوايط بتاعتي بالزاوية، بستلم الحوايط بتاعتي بالزاوية، باجي على كل زاوية واظبط الحيطة بتاعتي واتأكد منها، واجي بالقدة وميزان المية او ميزان الخيط واتأكد من استوائية الحيطة، وابص كده هل في حاجة منورة ولا لا. وبعدين يقوم ماشي بالقدة بتاعته، يقوم ماشي بالدراع بتاعه او القدة على كامل الحيطة يمين شمال بشكل مروحي،